السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا نورة حسن. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو الوصفة بتاعتنا عجبتك، وتشتركي في قناتي وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد دايما. وما تنسيش تسيبيلي كومنت حلو زيك في التعليقات علشان اقراه، علشان تعليقاتكم دي هي اللي بتشجعني دايما ان انا انزل لكم فيديوهات على القناة. يلا بينا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله. معانا هنا كده معلقة من السمنة، حطيت فيها بصلاية متقطعة صغير زي ما انتوا شايفين. هنشوح كده في البصلاية كويس لحد ما دبلت هنا كده معايا. حطيت عليها حوالي 3 فصوص من الثوم المفروم. ده التوم اللي انا كنت عاملاه معاكم مفرزاه معاكم في التفريزات، فيديو تفريزات التوم. كنت بحاول بس هنا كده ان انا افككها علشان تسيح بسرعة. هنشوح فيه كده دقيقتين. بعد كده هنا معانا كبدة وقلب بلدي، هنحطهم مقطعاهم كده مكعبات بس مش صغيرة، متوسطة كده زي ما انتوا شايفين عشان تبقى ظاهرة يعني. وهننزل بقى على البصل والثوم بالكبدة والقلب بتوعنا كده، ونبدأ ان احنا نديهم صدمة ونشوحهم كده ونسيبهم بقى ياخدوا الصدمة بتاعتهم. وهحط عليهم معلقة كبيرة من الخل، وتقدري تحطي نص عصرة ليمون، يعني يا خل يا ليمون، حطي حاجة واحدة. تمام. هنا كده هحط حوالي ربع معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان ربع معلقة من الفلفل الأسود، وربع معلقة من الكمون، ورشة ملح كده. وهنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. بصوا انا مش بحب احط سمنة كتير يعني، فبراحتكم في الموضوع دوت، او زيت براحتكم طبعا، سمنة او زبدة افضل من الزيت بكتير. بس انا مش بحب احط مادة دهنية في اي حاجة انا بعملها كتير. تمام، عشان يعني على الاقل تبقى حاجة صحية. هنزل بقى كده بفلفل رومي مقطعه زي ما انتوا شايفين كده، مش مقطعه صغير يعني، مقطعه شرايح كده طويلة. وهنقلب. تقدري تحطي فلفل الوان، فلفل حار، المتاح عندك او اللي انتي بتحبيه. ممكن تحطي شطة لو انتوا بتحبوا الحاجة سبايسي او حراقة، حطوا شطة. حطيت بقى هنا كده عليها شوية مية وسبتها علشان تستوي كويس، يعني حوالي ربع كوباية مية او نص كوباية مية، وتسيبيها لحد ما تتشربها كده وتستوي كويس جدا. اختبري واحدة كده بالمعلقة لقيتيها اتقطعت معاكي يبقى استوت كويس. عملت جنبها هنا مكرونة كده محمرة بالصلصة زي ما انتوا شايفين، وعملت طحينة، وطبعا حطيت جنبها مخلل والعيش وبألف هنا. دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، سهلة وبسيطة وسريعة، ما بتاخدش اي وقت خالص. ما تنسوش بقى تكتبولي في التعليقات لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، وتكتبولي لو انتوا حابين نعمل مع بعض اي وصفات تانية سواء اكلات او حلويات. وما تنسوش تحطوا اللايك للفيديو، وتشتركوا في القناة لو أول مرة بتتفرجوا عليا، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل إشعار بأي فيديو جديد بينزل عندي في القناة. واشوفكم فيديو جديد على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.